السلام عليكم ورحمة الله. أضي من سلسلة شيوات عيد الأضحى المبارك، ومن المنطقة ديال الريف غادي نشارك معكم طبق ديال اللحم مرفوق باللوبية خضراء وبالبصلة والمطيشة. طبق ديالنا الاسم ديالو أوريف، تمازج رائع ما بين المكونات ديال هذا الطبق. اللي داقوه هو اللي غادي يعرف علاش كنهضر. ما نطولش عليكم، ندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. في طنجرة اللي فيها شوية ديال الزيت وضعتها فوق النار وخليتها كتسخن، زدت عليها شوية ديال الملحة. الآن غادي نضيف طريفات ديال اللحم. عندي لحم ديال الغنم، الكمية كتبقى حسب الرغبة أو حسب عدد الأشخاص. ممكن تستعملوا كذلك حتى اللحم ديال البقر. كنوضع طريفات ديال اللحم في الطنجرة وكنخلي اللحم ديالي كيتقلى. حنا في الريف ضروري ما كنسبقوا باللحم هو الأول، كنخليوه كيتقلى باش كيتشحر وكيتجمع. من بعد ما تقلى اللحم، الان غادي نضيف واحد البصله متوسطه مقطعه مع شويه ديال الربيع اللي هما القزبور والمعدنوس، ونولي نغطي مره اخرى على الطنجره باش هكا البصله حتى هي كتقلى وكتشحر وكتنزل. بالنسبه لي هنا طيبت اللحم في طنجره عاديه. الا كنتو زربانين ممكن تستعملوا الطنجره ديال الضغط، انا بغيتو يطيب على خاطرو. هنا البصله تشحرات وتقلات، كنزيد التوابل، كنزيد شويه ديال الملون الغذائي كيبقى اختياري، وغادي نضيف شويه ديال البزار مع شويه ديال الخرقوم، وغادي نزيد شويه ديال سكينجبير. التوابل كتبقى حسب الرغبه. وقبل ما نمرق الطنجره ديالي بالماء كنقلب طريفات ديال اللحم باش هكا كيزيد يتشحر وكيزيد يطيب. القلي جزء من الطياب، كذلك باش كيتشرب التتبيله وكيتنسم بالعطريه. كيف ما كتشوفوا معايا اللحم ديالنا كنطيبوه بالطريقه العاديه بحال اي طبق مغربي باللحم. ودابا غادي نزيد الماء، عندي ماء طايب، غادي نضيف المقدار اللي غادي يغطي لي على طريفات ديال اللحم، وغادي نغطي على الطنجره ديالي ونخليها طيب. الفرق الوحيد هو في الخضر اللي كنستعملو وفي المرافقات اللي هي بحال اللوبيا خضراء مع الزيتون والبرقوق. كاين اللي كيضيف حتى الجزر، كاين اطباق اخرى ديال اللحم بهذه الطريقه كيتقدموا او كيترافقوا بالفلفله مشويه او مقليه. صافي هنا كنكون قربت نطفي على الطنجره ديالي وتقريبا اللحم كيكون طاب. ولكن قبل ما غادي نطفي على الطنجره غادي ناخذ شويه من هذا المرق اللي غادي نضيفه على هذه البصله. عندي بصله اللي مقطعه بشكل شرائح بشكل اللي شويه غليظ. كنضيف عليها شويه ديال المرقه، وغادي نزيد شويه ديال العطريه اللي استعملت في اللحم، وغادي نخلي هذه البصله حتى كطيب. وبنفس الطريقة باش حضرت البصلة حضرت المطيشة حتى هي. قشرتها وقسمتها على زوج وضفت عليها المرق من الطنجرة وخليتها حتى طابت. بالنسبة للوبية سلقتها في شوية ديال الماء حتى طابت، وخديت المرقة من الطنجرة وضفتو عليها. الفيديو ما كانش في الحسبان، صورت لكم لقطات او مقتطفات باش نشارك معكم الطبق. ان شاء الله في فيديوهات قادمة غادي نشارك معكم الوصفة بكل تفاصيلها. الطبق ديالي قدمته بهذا الشكل، كيجي من اروع ما يكون. جربوه بطريقتي وعلى ضمانتي، وردوا عليا الخبار. تقريبا هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. ما تنسونيش من اللايكات ومن البارتاج. استودعكم الله الى فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.